الزمالك خد الدوري واحنا مش واخدين بالنا. ده احنا لسه اول جوله وتحس ان في كم ضرب وتربص بالنادي الاهلي. تربص وضرب بايه بقى؟ انت عم سخن ليه كده؟ ما انا هقول لك ليه. ما انا جبت لك سيره الزمالك اصلا. لا انا قصدي كل اللي اتلعب هي جوله واحده. ماشي. الزمالك كسب، الاهلي تعادل، ولسه مشوار الدوري متوقف فيه 25 مباراه. طبعا. فتحس ان ايه مع اول مباراه ريبيرو وحش، ريبيرو هيمشي، ديانجو مشاكله، الشناوي، مصطفى شوبير، حسين الشحات، معرفش فلان ايه يا جماعه؟ ده احنا لسه اول ماتش في البطوله. تعال شوف حاجات تانية. يعني عندك مشكله مصطفى شوبير والشناوي، يعني هي مش مشكله اصلا، مفيش مشكله. النهارده فريق كبير عنده 2 حراس كبار زي مصطفى والشناوي. الشناوي مش هيبقى كويس غير في وجود مصطفى مش هيبقى كويس غير في وجود شوبير، ومعاهم حارس واعد وصاعد زي سيحه، مطلوب انه يكون متواجد في الفرقه، فده الفرق الكبيره. هل النهارده واحد زي محمد الشناوي لما قعد الماتش اللي فات صدر منه اي حاجه خارجه وهو على الدكه؟ ده بالعكس، الكاميرا جابته والراجل في اخر المباراه واقف وبيشجع اللعيبه وبيحمس اللعيبه ودوره كقائد للفرقه. عكس الناحيه الثانيه، شوف شيكا بنزا مع اول خروجه في مباراه شيكو بنزا الاسم الصح. الراجل اعترض بشكل غير لائق، الراجل طالع مش عاجبه، الراجل ما اعرفش ايه، وهنا تلاقي الاعلام تغاضى على الواقع دي وداخل في محمد الشناوي، مع ان ما فيش حاجه ظهرت اصلا.